المصرية. في إطار التلاحم بين القوات المسلحة والمواطنين، أعطى الفريق أول عبد الفتاح السيسي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي أعطى تكليفات بإعداد وتوزيع حصص تموينية مجانية مقدمة من القوات المسلحة للمواطنين بالقرى والنجوع والأحياء والمناطق الأكثر احتياجا بكافة مدن ومحافظات الجمهورية. بالتلاحم بين القوات المسلحة والمواطنين، أعطى الفريق أول عبد الفتاح السيسي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي تكليفات بإعداد وتوزيع حصص تموينية مجانية مقدمة من القوات المسلحة للمواطنين بالقرى والنجوع والأحياء والمناطق الأكثر احتياجا بكافة مدن ومحافظات الجمهورية. ففي نطاق المنطقة المركزية العسكرية، تقوم عناصر المنطقة المركزية العسكرية بتوزيع 168 ألف حصة غذائية، منهم 43,800 حصة بمحافظة القاهرة و54,200 حصة لمحافظة الجيزة، منهم 17,000 لكرداسة و10,000 لنهية، وتوزيع 22,000 حصة بمحافظة المنيا، منهم 5,800 حصة لقرية دلجة كأسبقية أولى، و15,000 بمحافظة القليوبية، و18,000 ببني سويف، و15,000 بالفيوم. أنا معايا أكتر من 14 عربية لوري محملين رايحين لكرداسة وناهية وكمبرة وبرك الخيام وبرواش. الحاجات دي طبعا متوزعة كده بدون أي أجر ومجانا للناس الفقراء والناس الغلاب. أشكر القوات المسلحة على مجهوداتها الفائقة، وإحنا النهاردة فعلا وجه لنا ان احنا ناخد اكتر من 15,000 كرتونة لفقراء ويتامى اهل كرداسة والمحتاجين. فهذا العمل الخير من القوات المسلحة. بنناموا في امان وبنصحى في امان وبنمشوا في امان بامان. والشرطة والجيش والسيسي ربنا يحميه يا رب ويعليهم، وذلك بالتنسيق مع المستشارين العسكريين